بنبدأ قصتنا سوا مع فارس الرمح اللي مش بيتهزم واسمه جوشوا ساندرز، البطل العظيم اللي نهى الحرب الداخلية للإمبراطورية اللي استمرت كتير، ومعروف برمح الإمبراطور الأسطوري. لكن حياته انتهت على إيد سيد الإمبراطور، لكن قبل ما يموت بيعرفوا إن مش دي النهاية، وبتنفجر دايرة سحرية قصاده، وبيفوق بيلاقي نفسه في الاسطبل اللي اتعود يعيش فيه وهو طفل، وبيكون رجع طفل تاني علشان يبدأ ينتقم من سيروز الامبراطور. يا ترى ايه قصته وهيبقى ايه تصرفه معاه؟ علشان يترقى لرتبة السيد لازم يكسر الوجود النمطي بشكل كامل، لازم يعمل ده بسيف الفارس الاسطوري البطل العظيم في إجرانت الكبرى جوشا ساندرز. وبيكون في واحد واقف ومعاه مجموعة ناس وماسك بلورة في ايده، وبيقول لجوشا اعظم فارس في التاريخ بقى حاله كده وخلاص قرب يموت. فبيقول واحد تاني من اللي واقفين بالنسبة لمحارب فانت متحمس قوي علشان منا القوة السحرية والقوة الملكية متضادتين، لان الاتنين بيعملوا تصادم جوه الجسم، ولو كنت انسان طبيعي او اتصبت بالصدمة دي فهتموت. فبيتعصب جوشا وبيقول له ليه؟ وبيفكر جوشا انه ما كانش عايز يحتل العرش خالص، وما فكرش ابدا في حاجة تضر المملكة، كان عايز بس يظهر للعالم عظمة السلاح المعروف باسم الرمح، وكان عايز يشيل الشبهات عنه بكونه ابن كونكوبي، وعلشان يساعد صاحبه الوحيد، لان بعد ما خلصت الحرب الملكية الامبراطورية اللي عدى عليها وقت طويل هو طول الوقت كان جنبهم، وخصوصا امبراطور مملكة فون بريتون هو كان عايز يبقى درع يحمي امبراطوريته. فبيقول له الراجل الاولاني وبيكون سيد برج السحر واسمه ايفر جرانت جوشا في كائنات وجودها خطر في العالم، ودلوقتي بعد ما الحرب الملكية خلصت الامبراطور عايز يوصل القمة من غير مخاطر علشان يقدر يعمل اللي هو عايزه، علشان كده الامبراطور خايف منك انت الوحيد. حتى الفنانين الممارسين اللي قضوا حياتهم كلها في دراسة المانا اخدوا عقود علشان يغطوا خنجر كامل بهالة السيف، بس انت تقدر تغطي رمحك الطويل كله بهالة السيف. انت قتلت قد ايه بالرمح ده؟ انا عارف انك عديت حدودك. فبيفكر جوشا ان اكيد البلورة دي هي الجرم السماوي اللي كان بيدور حوالين موقع امون التاريخي. وبيتكلم واحد تاني وبيقول له انا شخصيا كنت بخاف منك، الرمح بتاعك كان بيخليني اترعب، مجرد ما ابصله كنت كل ما افكر في اني ممكن اموت في يوم من الرمح ده بترعب. فبيقول ايفر جرانت لجوشا عموما شكرا على حاجة انت عملتها، لولاك ما كناش وصلنا هنا، سلام يا صاحبي القديم. وبيقع جوشا على الارض وبيبقى بيتلوى من الوجع وعمال يرجع دم، وبيقول فون بريتون انا ما كنتش عايز اشوف المشهد ده واعز اصحابي بيموت. فبيقول جوشا وهو بيصرخ سيزر فون بريتون ما تفكرش ان دي النهاية، وبيفعل جوشا بسرعة الدائرة السحرية حواليه لانه قدامه 5 دقايق بس، لكنها بتقف وبيحس ان خلاص هيموت، وان نهايته خلصت بسبب صاحبه القديم اللي كان واثق فيه، وانه مجرد فارس من الدرجة التانية هيموت من غير انجازات في الغابة. وبتظهر الدايرة تاني حوالين جوشا وبيقول لوكيا، وبيبص على الرمح بتاعه المعروف باسم قابض الارواح في الحرب وبيحاول يوصله، وبيفكر انه كان فاكر ان في قوة خاصة جوه الرمح ده، لكن متوقعش تكون قوية كده. وبيبقى خلاص فاضل له قليل قوي، وبيمسك الرمح بسرعة وبيدخله في الدايرة، وبتنفجر الدايرة وبيطير جوشا، وبيفوق جوشا بيلاقي نفسه طفل صغير مرمي في اسطبل، وبيقول ايه ده؟ ايه الحصان ده؟ وايه جابني هنا؟ من المفروض ان انا مت في الانفجار، وليه ايدي شكلها صغير كده؟ وبيروح جوشا يبص على نفسه في جرد المية وبيتفاجئ من شكله انه بقى طفل، وان ده المكان اللي بيعيش فيه وهو صغير، هو كده رجع الماضي. وبيفرح جوشا انه اخد فرصة تانية يقدر ينتقم بيها من سيزر فون بريتون، والوضع هيكون مختلف في الحياة دي. وبيجي 3 فرسان وبيقفوا قصاد جوشا، وواحد منهم بيقول له انت ياض ايه اللي موقفك كده؟ مش اتقالك تروح تنظف الحصان؟ يلا روح. فبيفكر جوشا ان دول اكيد جنود الدوق اغنوس، واساميهم سنتوريون رولز ورويد وجورت. وبيقول رويد لجوشا انت المفروض ترد لما حد يوجه لك كلام. فبيقول رولز لرويد انت نسيت انه اخرس ولا ايه؟ ده ما بيتكلمش اكيد مش هيرد.
فبيفكر جوشا انه بيمثل عليهم انه اخرس، لان لو اتكلم هيتضرب، علشان كده يسكت احسن. فبيقول رويد بصوت عالي وهو بيبص حواليه: ايه ده؟ واضح ان لوسيا مش هنا ولا ايه؟ فبيقول له رولز: اخرس خالص ووطي صوتك، افرض الدوق سمعك، ده خدام الدوق بيدور عليه كل شوية، لو ناديت اسم لوسيا كده تاني هيبهدلك. فبيفكر جوشا ان لوسيا دي تبقى امه الخدامة بتاعة عيلة اغانوس، وانه ابنها الغير شرعي من الدوق اغانوس، وبما ان الجنود عارفين انه طفل غير شرعي فبيتنمروا عليه دايما لان عنده دماء نبيلة جواه، وبيبقوا مرضيين لما بيعملوا كده. وبيقرر جوشا انه هينتقم من الثلاث رجاله دول في يوم من الايام. وبيقول رولز لرويد: اسكت بجد يا رويد، علشان كده هنواجه مشكله كبيره لو حد سمعنا. فبيضحك رويد وبيقول له: عارف مشكلتك ايه؟ انك بتفكر كتير في حاجات ملهاش لازمه. مين يعني هيكون في الاسطبل البعيد ده غير الاخرس اللي واقف ده؟ والدوكا فانيسا قالت ان احنا لو خلصنا من الواد ده هو ولويسا في السر هنتحمل احنا المسؤولية عنها. دي الفرصة المثالية، بس للأسف لوسيا مش موجودة في أي حتة. فبيقول له رولز: أيوة أنت عندك حق. فبيقول له رويد: طب هنعمل إيه بقى؟ نتسلى على الولد ده شوية كالعادة؟ فبيقول له رويد: أنا موافق. فبيكون جوشا واقف متعصب إنهم بيهنوه هو وأمه وإنه مش هيسمح لهم بده، وبيفعل جوشا المانا بإيده وبيفكر هتنجح ولا إيه، لأن دي طريقة تدريب المانا اللي كان بيتدرب عليها، بس بعد ما رجع بقت مختلفة عن اللي بيستخدمها الناس العادية، وبتبقى طريقة تدريب مانا هو اكتشفها مع لوكيا زمان، وتأثير التدريب في العالم ده استثنائي، لكنه يقدر يوصل في فترة زمنية قصيرة. بس المهم ان اساس تدريب المانا دي مختلف عن كل الطرق التانية، هي مش بتتبع او بتستخدم المانا اللي اوضة المانا تحت البطن، لكن بتستخدم المانا المحيطة زي ما هي، ومش بتقف على اوضة المانا. بس اللي شبه حاوية المانا ده المفروض جسمك كله يبقى قادر يمتص المانا، وهتكون قادر كمان تركز المانا في المكان اللي انت عايزه، وبيكون ده مطلوب لانك وارد تستفيد منه في اي لحظة. وبالنسبة لمستخدمي المانا فانك تعمل اوضة مانا هي عملية ضرورية جدا لازم تمر بيها، وبما ان جوشا مش محتاج يعدي العملية دي اللي التانيين هيقعدوا فيها بتاع سنين علشان يعدوها، فاكيد هو هيكون رائد مستخدم مانا. وبيقرب جورت من جوشا وفي ايده عصاية وبيقول: خلونا نضرب الكلب ده علقة، انا حاسس اني بتعصب مجرد ما اشوف وشه، انا مش قادر امسك نفسي ان اضربه ومحدش هيوقفني. فبيبقى لسه جورت هينزل العصاية على جوشا، لكن بياخد باله انه واقف مغمض عينه وقافل ايده الاتنين جامد، وبيقول جورت: ماله ده؟ هو كان خايف لدرجة انه اغمى عليه وهو واقف ولا ايه؟ فبيضحك رويد وبيقول له: بجد واضح انه اغمى عليه وهو واقف فعلا. وبيكون جوشا بيفكر انه محتاج بس شوية مانا علشان يقدر يحرك المانا، وانه قبل ما يرجع بالزمن قعد 10 سنين علشان يقدر يحرك المانا، لكن حاليا هو بس محتاج شوية مانا علشان يقدر يحركها. وبيفتح جوشا عينه وبيظهر المانا في عينه، وبيخاف جورتو وبيقول له وهو بيهجم عليه بعصايته: انت يا زبالة ازاي تتجرأ وتخوفني؟ لكن جوشا بيكون متحط بالهالة وبيدي الجورت بالبوكس في وشه بيوقعه على الارض. وبيتفاجئ رويد هو ورولز من اللي حصل، وبيحس جوشا ان في كتلة مانا في بطنه ومخليه قرفان، وده عمره ما حصل معاه قبل كده. وبيطلع رويد سيفه وبيقرب من جوشا وبيقول له: واضح انك عايز تموت. وبيفكر جوشا ان جسمه صغير وهيبقى خطر عليه لو واجه الجندي اللي اتدرب فترة طويلة ده، لكن لو قدر انه يهزم رويد اللي بيقرب منه فهيبقى في احتمال كبير ان رولز ما يقربش، لانه اكتر واحد حذر في الثلاثة دول. وبيقول رويد لجوشا وهو بيهجم عليه: النهارده يوم موتك. وبيوجه السيف ناحية جوشا، لكن جوشا بينزل بجسمه وبيتفاداه. وبيتفاجئ رويد ان في مانا حوالين جوشا، لكن جوشا بيفاجئه وبيضربه بالبوكس في وشه وبيطيره ناحية رولز. وبيتفاجئ رولز وبيفكر انه ما كانش متخيل ان الاخرس ده كان عنده القدرات دي ومخبيها، هو كان فاكر اول مرة صدفة لكنه لسه ضارب رويد. وبيفكر جوشا انه ما كانش متوقع كل الوجع ده لمجرد انه استخدم شوية المانا دول، وان رولز هو الشخص اللي وصل لرتبة قائد ال100.
بسبب ذكائه اكتر من قدراته، لانه اصلا مش قوي زي جورت ورويد، بس برضه لسه شخص خطير. جوشا ما يقدرش يقاتله في حالته دي، بس ما ينفعش يظهر له انه ضعيف خالص. وبيقول جوشا لرولز قول للتانيين، فبيتفاجئ رولز وبيقول له انت بتقدر تتكلم؟ فبيقول له جوشا وهو بيزعق من هنا ورايح قول للتانيين وقادة المئة ان اللي هيهين امي هزعله. فبيترعب رولز من نظراته وبيجري بسرعة وبيقول وحش. واول ما بيجري رولز بيبقى جوشا تعبان جدا وبيقع على وشه من التعب. وفي القصر بيكون 3 شباب واقفين وواحد منهم بيقول سمعتوا ان جوشا الواد بتاع الاسطبل الاخرس قدر يغلب 3 من قادة السرايا. فبيقول له التاني انا سمعت اشاعة كده انه عامل فيها اخرس قاصد. فبيقول التالت الشاب جوشا اللي اصغر من الشباب ب5 سنين على الاقل ضد 3 قادة، اكيد في حاجة غريبة. فبيقول الاولاني انتم مصدقين بجد؟ دي مجرد اشاعة، ده مجرد ابن غير شرعي اخرس، انتوا فاكرين انه بجد يقدر يهزم 3 قادة من غير سلاح؟ فبيقول له التالت انت معاك حق، بس لو ده كان حصل فعلا فاكيد الدوق اغنس هيغير خطته عن مين هيبقى الوريث الشرعي ليه. فبيقول له الاول حتى لو اعترفوا بمهارات جوشا اكيد مش هيقدر يهزم بابل، خليك عارف ده. فبيقول التاني انا معاك لان السيد بابل بيقدر يستخدم المهنة. فبيقول له الاول صح يا براون، لان حتى الدوق العظيم اغنس بقى مستخدم للمانا في سن 16، لكن السيد بابل بقى مستخدم للمانا لما تم 14 سنة، وده معناه انه عبقري قدر يتفوق على الدوق اغنس. علشان كده سخافة قوي اننا نفكر ان جوشا هيعارك بابل على الورث. وبيبص الاول وراه بيلاقي جوشا واقف قصاد الباب وبيقول له السيد جوشا انت كنت هنا من امتى؟ فبيقول له جوشا روح قول للدوق اني جيت بناء على استدعائه ليا، انا جوشا فون اغنس. وبيكون رولز عند الدوق واغنس بيقول له يعني انت اسمك رولز؟ فبيقول له رولز وهو خايف ايوه. فبيقول له الدوق انت من انهي كتيبة؟ فبيقول له رولز الكتيبة 29. فبيبص الدوق للراجل اللي واقف جنبه واسمه جيفون وبيقول له لو الكتيبة 29 فهي موجودة قرب جريزمان صح؟ فبيقول له شيفون صح. فبيقول الدوق لرولز طب هات اللبس ده. فبيديله رولز اللبس اللي ماسكه في ايده وبيكون مقطوع، وبيقول له الدوق يعني جوشا اللي عمل كده. فبيقول شيفون لرولز فكر كويس لما ترد، انت مش هتفلت منها لو كدبت. فبيقول رولز وهو متوتر فهمت بس انا ما كدبتش خالص يا حضرة الدوق. فبيقول الدوق لشيفون ايه رأيك في اللي قاله؟ فبيقول شيفون بصراحة حاجة صعبة تتصدق. فبيقول له الدوق فعلا عندك حق، هو جوشا عنده كام سنة؟ فبيقول له شيفون 9 سنين. فبيقول الدوق في السن ده وقدر بايده بس يخلي اللبس اللي مصنوع من الاورك بالشكل ده، هيكون ممكن لو بيستخدم المانا. فبيقول شيفون انا اسف يا دوق بس ده مستحيل، ازاي طفل عنده 9 سنين يقدر يستخدم المانا؟ دي ما حد سمع عنها قبل كده، حتى لو عبقري فلازم يكون فارس موهوب من الدرجة بي علشان يعمل كده بايده ويبقى مغلف ايده بالمانا. انا بصراحة شايف ان جوشا ما يعملش كده، اعتقد انهم كانوا خايفين يتمسكوا وهم بيتنمروا على جوشا فقالوا يألفوا القصة الهبلة دي. يا ريت يا حضرة الدوق اخد الجندي ده واعلمه درس قدام الجنود علشان يتأدبوا. فبيترعب رولز وبيقول لا انا قلت الحقيقة. فبيقول له شيفون ازاي تعلي صوتك قصاد الدوق؟ اعترف ياض. فبيفضل رولز مصمم انه بيقول الحقيقة، فبيقرب منه شيفون علشان يضربه، لكن الدوق بيوقفه وبيقول له شيفون يا حضرة الدوق ازاي نسيبه ينشر اشاعات كدابة كده؟ فبيقول له الدوق هنحل المشكلة لما نقابل جوشا وانا اللي هقابله بنفسي. فبيتفاجئ شيفون وبيفكر انه متوقعش الدوق يقابل جوشا بنفسه، ده ما ردش على حالة الشاب بابل اللي معروف انه اعظم موهوب في الامبراطورية. فبيقول الدوق فكرني كده في جوشا. فبيقول له شيفون انا سمعت انه وصل للقصر وهو مستنيك في اوضه الانتظار في اول دور. فبياخدوا الدوق وبينزلوا هو ورولز، وفي ممر جوه قصر اغنس بيكون بابل ماشي وبيتفاجئ لما بيلاقي جوشا في وشه وبيبقى عايز يعرف ايه اللي جابه هنا. وبيكون جوشا واقف باصص على صورة متعلقة وهي صورة فان فريتوت الامبراطور الحالي لامبراطورية افالون، ولما بيشوف صورته بيحس بغضب علشان بيفتكر ابنه سيزر وانه هينتقم منه مهما حصل. وبيكون بابل واقف متعصب وبيقول لجوشا وهو بيضربه بالبوكس هتفضل تتجاهلني لحد امتى؟ وبيلف جوشا وبيمسك ايد بابل بسرعة
وبيتفاجئ بابل من قوته وانه ممكن تكون اشاعة انه هزم القادة الثلاثة حقيقة، وبيقول له انت فاكر اني هسكت لك؟ وبيفعل بابل المانا، لكن الدوق بيظهر هو وشيفون وبيقول بتعملوا ايه؟ فبيتفاجئ بابل وبيوطي يحيي ابوه، لكن الدوق بيقول انا سألتك كنت بتعمل ايه؟ فبيقول له بابل كنت برد له السلام. فبيبص الدوق لجوشا بيلاقيه بيهز له راسه وبيتنح له شيفون انه ازاي ما يوطيش يسلم على الدوق، وبيقول له اركع وقدم التحية للدوق، انت ازاي تقف كده؟ فبيقول له الدوق عينه مليانة كراهية. فبيبقى جوشا واقف متضايق بسبب الصورة لانه عمال يفتكر سيزر وانه مش عارف يهدى بسهولة، ولازم يوقف الغضب ده لان الدوق مش بيسامح اللي بيعارضوه حتى لو كانوا من نسله. فبيقول الدوق لجوشا لو هديت تعالى انا هتأكد من الكلام ده بنفسي، انت فعلا استخدمت المانا؟ فبيتفاجئ بابل وبيفكر انه زي جوشا اللي بينظف الخيول يستخدم مانا. فبيقول شيفون للدوق ده مفيش فايدة منه. فبيقول الدوق لجوشا تعالى هنا. فبيبقى جوشا واقف متوتر لان الدوق واحد من افضل 5 اسياد في الامبراطورية وحساسيته للمانا عالية، لو عرف بتغير بسيط في جسم جوشا كل خطته هتروح في الهوا. وبيقرب الدوق من جوشا وبيمسك ايده فجأة وبيتفاجئ من المانا بتاعته اللي طالعه من ايده. فبيبص الدوق لشيفون وبيقول له ما عندوش مانا. فبيفرح بابل وبيبقى كان متوقع ده، وبيقول شيفون للدوق اكيد ما كانش في طريقه يبقى في مانا. فبيقول له الدوق ما بتكلمش عن قاعه المانا، اي كائن حي عنده شويه مانا جواه، والكلام ده على البشر والوحوش، لكن انا مش حاسس باي مانا من جوشا. فبيقول شيفون ممكن يكون اتولد وما عندوش القدره يخزن المانا في جسمه، انا سمعت ده من فتره. فبيقول له الدوق خلينا نشوف. فبيقول شيفون يعني يا دوق ممكن يكون جوشا اتولد ما بيخزنش مانا؟ مش وقتها الاشاعات دي هتكون كذب، اكيد مش هنسمح للقادة ال100 ينشروها. فبيقول له الدوق القادة ال100 ثروة لنا احنا، ومن الحكمة ما نتصرفش بناء على اشاعات ملاش اساس. وبيقول لجوشا وانت هتفضل هنا حاليا في عدد كتير. فبيتفاجئ بابل وبيقول بس يا سيدي جوشا ما ينفعش يقعد هنا. فبيقول له الدوق في مشكلة في قراري. فبيتوتر بابل وبيقول له لا مفيش. فبيقول له الدوق لشيفون من النهارده علم جوشا اساسيات الفرسان، ولو لقيت عنده الموهبه علمه طرق تدريب المانا الخاصه بتدريب الفارس الاحمر كمان. فبيقول له شيفون ازاي احنا لسه شايفين انه ما عندوش مانا؟ فبيقول له الدوق انا اكتشف كله قريب، انا حاسس هيبقى عندي امال عليه في المستقبل. وبياخد شيفون جوشا الاوضه اللي هيقعد فيها، وبيدخل جوشا وبيفكر شيفون ان الاشاعات اللي عليه انه ما بيتكلمش صح لانه ما عملش اي رد فعل. وبيمشي شيفون وبيروح جوشا ينام على السرير وبيفكر في الكلام اللي سمعه من الدوق، وبيقول يعني هو مستني مني نتائج كويسه في خلال سنه. وبيكون الدوق في العادي بيقضي معظم وقته في أكرادي عاصمة إمبراطورية أفالون، وسبب وجوده هنا في منطقته هو إنه ياخد استراحة قصيرة من شغله. وبيبص جوشا على إيده وبيفكر إن الدوق ممكن يكون لقى حاجة هو ما يعرفش حاجة عنها، بس ده موضوع خطير. وبيقول بس مفيش حاجة هو مش عارفها دلوقتي، بس قبل أي حاجة محتاج أستعيد قوتي. وفي الليلة دي بيكون جوشا بينط من السور علشان يتدرب على المهنة، وبيبقى شايف ان التأثير قل على جسمه بعد ما استخدم كمية كبيرة وحبة صغيرين وهيستعيد قوته، لكنه بيحس بألم رهيب في بطنه لأن الكتلة اللي جوه قاعة المهنة عمالة تتفاعل وممكن يكون بيستشعر القوة الشيطانية. وبيقول لوغيا، وبيستغرب ليه لوغيا جه يقمع القوتين. وفجأة بيسمع صوت 2 فرسان جايين وبيقولوا في حد هنا. أنا سمعت صوت حد، لكن جوشا بيختفي بسرعة وبيبقى الفرسان فاكرين انه تهيأ لهم. وبيكون جوشا بيجري وبيفكر انه احتمال كبير يكون لوغيا حل المشكلة، بس لو هيقدر يتحكم في القوة ال3 في جسمه. وبتكون ام جوشا في البيت وحواليها 3 جنود وعمالة تصرخ وهم بيعذبوا فيها، وبتقول بتعملوا معايا كده ليه؟ فبيقول لها جورت انت بتسألي؟ احنا تقييماتنا قلت بسبب ابنك الكلب. وبتعض لوسيا ايد رويد وبيديها بالقلم يوقعها على الارض مغمى عليها. وبيقول جورت ثبتها يا رويد وانا هتكفل بالباقي. فبيقول رولز
استنى يا جورت، انا متأكد اننا لازم نعمل كده، ده لو جوشا عرف. فبيقول له جورت وايه يعني، احنا اصلا جينا هنا علشان نضربه، وزوجة الدوق قالت انها هتشيل كله، لو خايف يا ريت تمشي. فبيبقى رولز خايف فعلا، وبيروح جورت يطلع سيفه وبيوجهه ناحية رقبة لوسيا، وبيكون رويد مثبتها، لكن بيجي جوشا من وراهم فجأة وبيوقفهم. فبيقول له جورت ليه اتأخرت، كنا مستنيينك. فبيكون جوشا متعصب وبيقول لهم انا مش هخرجكم من هنا عايشين. فبيترعب رولز وبيقول لهم يلا نخرج بسرعة هنموت على ايده. فبيضحك جورت وبيقول وهو بيطلع سيفه انت عبيط، طفل ايه ده اللي نهرب منه؟ وفجأة بيظهر فارس اسمه كاين وماسك سيفه، ولما بيشوفوا جوشا بيتأكد انه تبع الفرسان الثلاثة اللي معينهم الدوق شخصيا من الفارس الاحمر، وبيتأكد انه الدوق بعته علشان يراقبه، وبيحيي الثلاثة كاين، وبيقرب كاين من جوشا وبيفكر هو ده الطفل اللي الاشاعات بتتكلم عنه، وبيقول لجوشا عايز اقولك ان الجنود دي حاولوا يقضوا شخص تحت حماية الدوق، وعلشان القوانين بقى انت هتعمل ايه؟ فبيحس كاين ان جوشا طالع منه هالة ضغطاه، وبيلف للجنود وبيقول وهو بيطلع سيفه اعدام حالا. فبيقرب كاين من الثلاث جنود وبيطلع سيفه، وبيطلعوا هم كمان سيفهم، لكنه بيضرب جورت ورويد بسهولة وبيوقعهم على الأرض ميتين، وبيقرب من رولز علشان يموته، لكن جوشا بيطلب منه يقف، وبيقول رولز وهو خايف اغفر لي المرة دي بس أنا آسف. فبيقول له كاين كان لازم تخلي بالك من كلامك لو كنت عايز تعيش، وبيبقى لسه هيموته، لكن جوشا بيقرب وبيقول له قلت لك استنى. فبيقول له كاين ده بيهدد واحد من عيلة الدوق لازم يتعاقب، وبيفكر جوشا ان وسام الفارس الاحمر اضعف واحد في الثلاث فرسان بتوع الدوق، وانه طالما الدوق مختار يراقب جوشا يبقى هو اكيد اقل واحد، بس لازم يكون الاقوى بين الرتب لو عنده مهارات توقع الكثير منهم. وبيقول جوشا لكاين قلت لي اسمك كاين بس عايز اسالك بتخدم مين؟ فبيقول له كاين الدوق اغنوس. فبيقول له جوشا طب انا مين؟ فبيتوتر كاين وبيقول له جوشا اقفل سيفك، وبيسمع كاين الكلام وبيفرح رولز وبيقول شكرا بجد انا هخدمك طول عمري. فبيقول له جوشا انا مش محتاج ولاء من اللي زيك، انا مش هتجنب ابدا اللي كشفوا انيابهم في وشي، وبما انك سريع البديهة فعايزك تقول للجنود كلهم اللي حصل النهارده بالتفصيل، ولو حد اتجرأ وعمل كده تاني انا هموته، يلا غور. فبيمشي رولز وبيجري جوشا على امه وبيقول له كاين انت فعلا السيد اللي اعرفه، اصل حسك مختلف. فبيقول له جوشا علشان اللي تعرفه بينظف اسطبل الخيول وابن خدامة صح؟ فبيقول له كاين عموما كل الفرسان تحت عيلة الدوق بيتبعوا اوامر، ومع ذلك مجرد ما نجيب ال 23 سنة ممكن نختار بحرية سيدنا اللي هنخدمه على طول، وانا المفروض هختار السنة الجاية، وانا بثق في احساسي، والسنة الجاية هسيب واجبي واراقبك يا سيدي. فبيفكر جوشا انه اخد القرار من دلوقتي، وبيقول له انت غبي قوي. وبتفوق لوسيا وبتقول لجوشا انت كويس؟ فبيروح جوشا يحضنها وبيقول لها من النهاردة هحميكي مهما حصل. وبيفكر جوشا ان الموضوع هيكون مختلف المرة دي، ومش هيفضل قافل على نفسه، هو دلوقتي اقوى رمح في القارة. وفي قصر عائلة اغنوس بيكون الدوق ماشي وراه شيفون وبيقول شيفون انت قلت ان الكونت ريبريكا زارها. فبيقول له شيفون انا خدت اوضة الاستقبال حاليا، بس الكونت ما جاش لوحده مع السيدة إزلين. فبيقول له الدوق هو بيخطط يشوف للآخر، وبيكون الضيف الغريب اللي زار الدوق فجأة هو الكونت يونسن جين ريبريكا، وبرغم ان رتبته اقل من الدوق لكن ليه تأثير في الامبراطورية، وبنته إسلين جين واحدة من المواهب اللي شدت انتباه الامبراطورية زي بابل، وهي عبقرية في السحر، ووصلت الصف الثاني وهي عندها 9 سنين، وفي إعاقة فطرية اسمها لعنة المانا، والموهوبين باستعمال المانا بياخدوا اللعنة بالفطرة، وكانت إزلين واحدة من الأطفال دول، وبتسمح النعمة دي للشخص إنه يحس ويتفاعل مع مانا من غير اتجاهات أي حد، وتعتبر أعظم موهبة، وأكيد زيارة الكونت ريبريكا ليها سبب حلو. وبيقولوا الدوق أعتقد إنه هكون متأيد طول اليوم بسبب بونسل. فبيقول شيفون بابل هيكون عنده 15 سنة السنة الجاية، لازم يكونوا قلقانين، ده ما فاضلش غير 3 سنين علشان يكبر، بس بابل عنده السيدة تشارلز. فبيقول له الدوق أيوة فعلا. وبيكون الدقيات ال5 الكبار ليهم تأثير في أراضيهم، والسيدة تشارلز بنت عيلة يونتيه
اللي هي طلعت للدوقية بثرواتهم بس. وبيقول شيفون للدوق زي ما قلت هو ده الاختيار الصح. فبيقول الدوق حاسس انه عار، وبيفكر شيفون ان جشع الدوق اغنس للمواهب مالوش حدود، هو شخص بيحكم على الناس بمهاراتهم بس، هو ده نوع الشخص اللي بيرأس عيلة اغنوس. وفجأة بيقف الدوق وبيقول له شيفون في ايه؟ فبيقول الدوق جوشا عامل ايه؟ انا بفكر ادي اسلن لجوشا. فبيقول جوشا ازاي بس تدي السيدة اسلن اللي عندها نعمة المانا لشخص عنده لعنة مانا زي جوشا؟ يا ترى اسلن هتتصرف مع جوشا ازاي لما تشوفه؟ وجوشا هيقدر يثبت للدوق انه يستاهل الفرصة فعلا ولا ايه؟ وايه موقف بابل من كل ده؟ كل ده هنشوفه في القسم اللي جاي، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنقدمه، واللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك كده، كل ده ببلاش يا صاحبي. وبس كده، اشوفك على خير ويلا نقول سلام.